السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب. بتمنى حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي عشان كلنا ناخد ثواب إن شاء الله. بعض الجماهير يا جماعة طالعة تتكلم والتحكيم ومش التحكيم. أنت ما كسبتش ليه؟ أنت اللي بتتكلم على التحكيم ما كسبتش ليه؟ فين فرقتك من الماتش بتاع امبارح يعني؟ إيه اللي فرقتك عملته في الماتش بتاع امبارح؟ معلش يا عم، حسب لك الجول. حسب لك الجون بتاع سيف الدين الجزيري، لان الكابتن رضا بسلامته طالع بيقول لك ايه؟ طب ايه يا عم المشكله يعني؟ ضرب الكره بدماغه وجت في ايده ودخل الجون. ما تحسبها، ما انت بتحسبوها الفرقه التانيه. والنبي نقطنا بسكاتك بقى، اقعد بقى عشان يعني ايه، هي ما بقتش ناقصاك والله. احنا ماشيين بالعلاج والله. تمام. انت فرقتك فين؟ انت كنادي زمالك فرقتك كانت فين؟ ما لعبتش كوره ليه؟ 90 دقيقه تمام. والشوط الاول ما اعرفش كان 4 دقايق باين وقت بدل ضايع، و6 دقايق يعني 100 دقيقه. 100 دقيقه فرقتك فين؟ انا هنا بخاطب فئه معينه، مش بخاطب كل جماهير نادي الزمالك، لان في ناس عقلانيه طلعت قالت ان لا يا جماعه ايه، احنا ما لعبناش كوره. واحمد عبد الرؤوف بنسبه كبيره هو يعني يتحمل نص الخساره، ويتحمل نص يعني اللي حصل امبارح. وفي فئه معينه تقول لك ايه، لا التحكيم ومش التحكيم. تحكيم ايه؟ هو التحكيم ده انا اللي جايبه؟ التحكيم ده النادي الاهلي اللي جايبه؟ انا مالي يا عم؟ التحكيم ظلمك انا مالي؟ انا مالي؟ انت ما لعبتش ليه؟ انت فين فرقتك؟ انت فين فرقتك؟ تحكيم ومش التحكيم يعني؟ جبنا حكام مصريين مش نافع، جبنا حكام اجانب مش نافع. نجيب لكم هنفصل لكم تحكيم على مزاجكم. انت كنادي الزمالك هفصل لك تحكيم على مزاجك؟ ما لعبتش ليه يا عم؟ 100 دقيقة، انت فين من ال 100 دقيقة دي؟ بتعمل ايه؟ انا زنقك. ما رحتش بكور غير باسمه ايه ده اللي اسمه ايه اللي هو بيقول لك كان بيبيع فاكهة وهو صغير ده. مع احترامي للناس اللي بيبيعوا فاكهة يعني. اسمه ايه ده البنزا ده؟ ولا ما اعرفش انتوا بتجيبوا اللعبة دي منين والله. والله مش عارف بتجيبوا اللعبة دي منين. والاخ التاني اللي بيشبهوا لي بميسي بزيرة ده، مفيش غير كل بعده. انت بتعيط ليه؟ الجماهير مش عايزه منك كده. الجماهير عايزه منك فعل على ارض الملعب. انت فين بقى؟ ايه اللي بتقدمه على ارض الملعب؟ ولا حاجه. بتيجي قدام الفرق الكبيره ما بتقدمش حاجه. فما تمثلش عليهم. انت كابيزيرا ما تمثلش عليهم. انت اثبت نفسك على الملعب، اعمل حاجه في الملعب. ايه اللي عملته من اول الدوري؟ ما جبتش غير جونين. وفي واحد صاحبنا بيقول لك ايه، اصل زوزو مش مركز عشان بزيرا. بزرت ايه؟ بزيرا عمل ايه؟ عمل ايه من اول الموسم؟ بزيرا ارقامه ايه؟ ارقامه ايه من اول الموسم؟ زيزو مشارك في 7 اهداف او 8 اهداف. انت زيزو ده يعني بزير عمل ايه؟ هدفين، هدفين اللي جابهم. حكموا عليكم يا جماعه، والله هي مش صعبه، هي عايزه بس شويه عقل مش اكتر. سلام عليكم.